السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم، قناة محمد كريم. في الساعات الأخيرة كان في ترند مالي السوشيال ميديا لبنت بريئة، طفلة مهذبة متربية اسمها هايدي. البنت دي كانت رايحة تجيب كيس شيبسي من محل بقالة، فبفطرة الطفلة المتربية تربية كويسة محترمة، كان معدي راجل شحات. المهم فسألها، ما كانش في جيبها غير 5 جنيه تمن كيس الشيبسي. بكل تلقائية ادت ال5 جنيه للراجل الغلبان دوت، وخدت بعضها ومشيت. لحسن حظها ان الكاميرا كانت مصورة المشهد ده، والمشهد نزل على السوشيال ميديا وكلنا شفناه. البنت ابتدوا ان هم يكرموها تكريم محترم ومهذب من قبل المجلس القومي للمرأة. كرموها. نسكت لحد هنا؟ لا. خدوا البنت راحت على مطعم مش عارف قصر الكبابجي. نسكت لحد هنا؟ لا. خدوا البنت راحوا مودينها على تقابل الفنان تامر حسني، كان من ضمن طلباتها يعني نتقابل. نسكت لحد هنا؟ لا. خدوها تعمل مش عارف اعلان لحلويات بلبن. نسكت لحد هنا؟ لا. طلبت تقابل تامر عاشور. نسكت لحد هنا؟ لا. طلبت تقابل محمود الخطيب. سقف طموحات البنت زاد جدا وعالي جدا، وده شيء مش يعني انا شايفه. البنت اتعاملت بتلقائية، واتعاملت على سجيتها. طفلة صغيرة يعني. فببراءة الأطفال كانت بتتعامل مع شخص غلبان، و... واديته الفلوس اللي معاها. الراجل ده على فكرة احنا كلنا الناس كلها نسيته. يعني كان من باب اولى ان احنا نبص للراجل. وعلى فكرة في ناس ابتدت دلوقتي تشوف الراجل. راجل اسمه جمال سلامة من القاهرة، ساكن في حي كده متواضع. بعض اهالي الخير ابتدوا ان هم عايزين يعملوا له عملية لعينيه، وعايزين يجيبوا له معاش وكده، بس الاهتمام اكتر كان بالبنت. و... وده انا شايفه. مش عارف هل هو، حضراتكم تشاركوني يعني الرأي، هل هو شيء إيجابي؟ هل هو شيء إيجابي؟ إن كمان في الوقت الحالي في شايف صفحات على التيك توك باسم البنت. هل هنصنع جيل جديد من التيك توك اللي هم بيطلعوا مش عارف يقعدوا يبعتوا لهم هدايا ومش عارف غسيل أموال وقصص وحوارات وكده؟ طب البنت دي سكتها رايحة لفين؟ احنا ماشي، حاجة جميلة انك تكرمها وان انت تسقف لها موقف حلو وتمام. انما الافوارة احنا كشعب مصري مش عارف ليه فينا الافوارة، بنحب نافور ونكبر الموضوع. ولما بنفرح بزيادة قوي، ولما بنزعل بزيادة قوي وكده يعني الموضوع مش خلاص يعني. البنت عملت حاجة كويسة وهنيناها عليها وتمام وزي الفل. راجل غلبان في ناس بصت له. خلاص الموضوع يمشي ويعدي على كده، وبلاش نكبر ونأفور في الحكاية ونكبر في الموضوع ومش عارف ايه. لا خلاص، هي عملت شيء كويس وخدت ما تستحق عليه. بلاش كل شوية نيجي تعالي يا مش عارف هايدي هنا. طب انت عايزة ايه؟ عايزة اقابل تامر مش عارف، عايزة ايه تامر عاشور، عايزة مش عارف مين محمود الخطيب، عايزة مش عارف. طب ايه؟ ف فلا يعني نهدى شوية. والله اعلم انا رأيي صحيح ولا رأيي غلط، برضو الكلام ده يرجع لحضراتكم. ودي كانت نقطة مهمة كنت حابب اتكلم فيها. هل اللي بيصار حاليا حول هايدي، هل هو الافوارة الزيادة دي هل هي شيء كويس؟ وهل هي ممكن تكون بيصنعوا منها تيك توكر جديدة جاية في الطريق، تعمل حساب وتطلع على التيك توك والكلام اللي كنا بنشوفه دوت؟
ولا ولا انا وجهة نظري غلط؟ حابب اسمع ارائكم في الكومنتات وفي التعليقات، ويا ريت تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة، وما تنسوش اللايك الجميل الفشيخ الصايع بتاعكم. واشوفكم دايما على خير وصحة وسلامة وستر. السلام عليكم.